السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم عودة جديدة وجبت لكم وصفة يعني ما شاء الله، وصفة يعني جديدة، وتقدروا ديروها في العراضات وشهر رمضان. تفرحوا روحكم وتفرحوا وليداتكم. شوفوا يعني الطبق شحال هايل يعني ما شاء الله. نبداو في الوصفة ونعرض عليكم المقادير وطريقة التحضير. هنايا حطيت في المقله تاعي شويه زيت، وزدت لها مارغرين، هذا اختياري، يعني المارغرين نزيد دائما البنه على بنه. هنايا ضفت بصله صغيره وزدت لها زوج فصوص تاع الثوم، خليتهم يتقلاو على نار هادئه. هنايا ضفت بس جزره، يعني دي كاروت هكذا. دوكا انا راني نسيي كيفاش ندخل الخضر الوليدات هكا باش ياكلوها وكلوها وعجبتهم، وهكذا ما فقولهاش كامل. هنايا بعد ما تقلى البصل مع زرودية تاعي، نضيف البلون دو بولي الابيض، الدجاج نخليه تاني يتقلى على نار هادئة مع البصلة تاعي والثوم والجزرة تاعي، وبيان سور البلون دو بولي. فوالا نسي كيفاش ندخل كامل البولي، خليه يتقلى مع بقية المقادير. هنايا نبدأ نضيف في لي زيبيس. هنايا حطيت الملح، ملحت، هنا حطيت شوية تاع كركم وشوية تاع قرفة، شوية على راس الملعقة، وفلفل أسود. فوالا هذو هما لي زيبيس اللي حطيتهم. تقدروا ديروا لي زيبيس تاع الشاورما، تقدروا تاني ديروا شويه قزبر مطحون، يعني تقدروا تاني بابريكا. كما دائما نقول لكم بلي التوابل اختياريه. تاني ميم تابل اللحم، يعني وجدت وصفه درت تابل اللحم للدجاج، يعني اعطى ذوق يعني رائع. تقدروا يعني تجربوه. هنايا بيان سور مرقت شويه، خليت الدجاج تاعي يطيب مع البصله والجزره تاعي، ونكملوا بقيه الوصفه ان شاء الله. يعني ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتقولوا لي في التعاليق. فوالا بعد ما شرب كامل الماء تاعها ضفت لها شويه معدنوس. فوالا للخليط تاعي ضفت معدنوس. فوالا نخلط كلش كيما راكم تشوفوا. كوتي درت الماء وقطعت البطاطا، ودرت لها شويه ملح، ودرت لها شويه رند وشويه ثوم، وخليتها تتقلى. في المقله تاعي ندير فروماج غابي ولا فروماج بورسيون. كيما قلت لكم هذا اختيار، وتقدري ما ديريش الا ما عندكش في الدار، تقدري ما ديريش. هنايا بعد ما طابت البطاطا تاعي، دوك تشوفوها هاي ليك طابت وهي سخونه. نبدا نرحيها هكذا بهذه الطريقه. فوالا ومن بعد انا بدلت الطبسي، باسكو الطبسي بزاف صغير، جبت طبسي كبير. يعني بعد ما خلاص درتوها كامل، رحيتوها كامل، زدت لها شويه فرماج رابي، وزدت لها شويه المارغرين. فوالا كيما راكم تشوفوا. نبدا تاني نخلط كل المقادير مع بعض. يعني الوصفه هذه بزاف بزاف هايله، وصفه يعني جديده. يعني هذو هما قوالب تاع البطاطا محشيين، يعني الحشو اختياري، تقدروا ديري بولي ولا فيونداشي كيما تحبي. يعني حاجه جديده، ونبدلوا شويه على لا بيغي، على دائما في المول هكذا. حبيت ندير هكا قوالب فرديه. هنايا ضفت لها المعدنوس. فوالا نبدا نخلط كلش، ندخل المعدنوس في البطاطا تاعي، علما ان هنايا حكمت غير نفس الكميه، باسكو الطبسي كان صغير بزاف، يعني ومن بعد كملت الكميه الاخرى. هنايا شفت جبت سنيوه اللي تدخل للفرن. نبدا ندير هكا دي بول كيما راكم تشوفوا، لي بول تاع البطاطا تاعنا،
ونبدا نديرهم كيما قلت لكم دي بول ونحطها فوق البابي كويسون هكا باش لي بولات تاوعي ما يتلصقوش في الصينيه تاعي. دونك الطريقه راهي بزاف واضحه وطريقه سهله ان شاء الله. يعني الوصفه تنال اعجابكم، يعني وصفه بزاف بنينه وتقدروا تحضروها كما قلت لكم للضياف، يعني بريزونطابل مليحه كي تحطيها فوق الطابله. هنايا نحط الكاس تاعي ونبدا نضغط عليها شويه ومن بعد نشكل يعني دائره كما راكم تشوفوا، كما كوم سي ان باتو ولا قوالب ولا فوالا. بهذه الطريقه باش هكذا نقدر نحشيها بالحشو اللي درناه مع الاول. فوالا نسي كيفاش نسقم القوالب تاوعي كامل. ومن بعد ضفت شويه فخوماج رابي داخل كما راكم تشوفوا الطريقه. راني وريت لكم غير زوج حبات ومن بعد كملت كامل بقيه الحبات. فوالا ومن بعد نبدا نضيف في الحشو اللي طيبناه. من في الحشو تقدروا ديروا لا كورجيت، تقدروا ديروا اي حاجه راكم حابينها. هنايا سي لوكازيون باش الوليدات ياكلوا الخضر باسكو ما فقولهاش كامل بلي كاين زروديه داخل. بعد ما عمرت القوالب تاع البطاطا تاعي كي نكمل نضيف فروماج رابي من الفوق، يعني دوك تشوفوا في التصويره. فوالا ضفت فروماج رابي من الفوق ومن بعد نكمل بنفس الطريقه لي بولات لي بقاولي. فوالا انا خرجوا لي يعني وقيل 8 9 لي بولات. فوالا عندي زوج صينيات، خرجوا لي زوج صينيات. دخلتهم الفرن من الفوق باك باش هكا الفرماج رابي يذوب. هذا ما كان باسكو كلشي طايب وما درتلوش البيض في الوصفه تاعي. هاوليك كيفاش خرج ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. هاوليك طبق التقديم، يعني جات وصفه بزاف بزاف هايله. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي في التعاليق، وما تنساوليش باللايك والاشتراك في القناه.